لو جعانة دلوقتي ومش عارفة تاكلي ايه او زهقتي من الغدا التقليدي، ركزي معايا. جربت اعمل مقلوبة بس مش بالرز، دي شعرية وشاورما، وطلعت اختراع بجد. طعمها فوق الوصف، ما تصدقوش ان دي شعرية مع فراخ، بجد خطيرة، طعمها تحفة، لازم تجربوها. بس قبل ما ندخل على الوصفة، متنسيش تشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، تعملي لايك وشير لو عجبك الفيديو، تكتبي لي كومنت برأيك في الكومنتات. اول حاجه جبت صدر فرخه واحد وقطعته شرايح، مش سميكه قوي ومش رفيعه قوي، شايفين؟ ده الحجم المظبوط ليها. وهنجيب بقى جريل على النار، وننزل عليه بشويه من الزيت، وننزل بقى بشرايح الفراخ اللي احنا جهزناها. دي وجبه غدا خطيره ومشبعه، او ممكن تعمليها لجوع اخر الليل. ننزل بقى بالفراخ كلها، نحاول ان احنا نسويها علشان ايه كلها تاخد لون وكده. كده بقى نقلبها على الجنب التاني، ولما نتأكد ان هي اتشوحت كويس جدا، نجيب بصلاية كبيرة ونقطعها مكعبات صغيرة، وننزل عليها. والتوابل بقى 7 بهارات وبهارات شاورما وفلفل اسود وبهارات فراخ. ننزل بقى بشوية من الزيت، وننزل بكيس كده كبير من الشعرية، على حسب بقى افراد البيت عندك. انا كنت عاملاها لفرد واحد، فانتي على حسب شوفي افراد البيت عندك قد ايه. بجد هتجربيها وهتدعيلي، خطيرة. كده خلاص، ننزل بقى بشوية من المية ورشة من الملح. وكده بقى نجيب حلة، ونحط فيها طبقة من الجبنة الموتزاريلا، وده اختياري، انا حبيت ان الفراخ طعمها يكون غني اكتر. بعد كده بقى ننزل بالفراخ. خلاص. ننزل بقى بالفراخ ونسويها كويس جدا، ونضغط عليها بالمعلقة. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتكتبي لي بتتابعيني منين. نفردها بقى كويس ونضغط عليها علشان ايه، تطلع متماسكة. احنا بنعمل الخطوة دي لحد لما الشعرية تاخد سوا الا ربع، يعني سوا الا ربع بالظبط بنقوم مطلعينها. كده خلاص، والشعرية يعتبر كانت خلصت برضو. كده خلاص، ننزل عليها بقى في الحلة ونضغط عليها برضو. لازم تضغطي عليها كويس علشان لما نيجي نقلبها تطلع معانا متماسكة ومتساوية. على فكرة هي تبان في التصوير عادي، بس فعلا والله طعمها بيبقى خطير. والله لما بعمل وصفة وما بتطلعش، مثلا لما اجرب حاجة وما بتطلعش كويسة معايا، للأمانة ما برضاش انزلها، لان انا لو نزلتها يعني انتوا شايفين الاكل غالي ازاي والحاجات غالية ازاي، فحرام عليا. فلازم والله ابقى مصدر امان ليكو. امان ايه؟ يعني مصدر ثقة. ما نزلش وصفة غير لما تكون فعلا هي كويسة وتستاهل التجربة، فثقوا فيا. بس كده، وندوقها طعمها خطير. ما تنسوش بقى تكتبولي في الكومنتات حابين نجرب ايه مع بعض الوصفة الجاية. اشوفكم بخير الوصفة الجاية، برعاية الله، مع السلامة.